واحد السر ما باكش تعرفيه على رمضان هو انه ماشي شهر الصيام على الماكله، هو شهر الصيام على الخوف والعجز. ولا بغيتي تعرفي كيفاش تقلبي حياتك 180 درجه وقبل ما يترفع اذان العيد، سمعي لهذا البودكاست حتى الاخر. وخاصك تكوني عارفه بلي الفرق ما بين البنت اللي غتخرج من رمضان وهي واصله لاحلامها والبنت اللي غتخرج وهي واصله غير الحلقه الاخيره من المسلسل هو قرار ديال 10 دقائق. ولا كنتي حاسه براسك ضايعه وسط الروتين، هاد الهضره عليك. سدي عينيك وتخيلي ليله العيد، واش غتكوني فرحانه بالنسخه الجديده ديالك ولا غتكوني ندمانه حيت ضيعتي فرصه اعاده ضبط المصنع لروحك. بقاو ايام وايام، وانا هنا باش نقول لك مازال ما فاتش الحال باش تولي البنت اللي كتحلمي بها. تخيلي معايا حنا دابا في ليله العيد والناس كتوجد الحوايج والصالونات عامرين والريحه ديال الحلوى في كل دار. سدي عينيك وسولي راسك، واش هذيك البنت اللي غتلبس قفطان العيد هي نفسها البنت اللي بدات رمضان؟ الا كان الجواب فهذه هي اللحظه فين خاصنا نوقفوا ونهضروا. رمضان حبيبتي ماشي بوز الحياه، رمضان هو ستار الحياه جديده. بقاو لينا ايام معدوده ومبغيتكش تخرجي منها بحال كاع المرات اللي فاتوا. وعارفه بزاف منكم دابا كيدوزو نهارهم بالكوزينه والتليفون، عينينا طابو بالتيك توك واليوتيوب وكاع مواقع التواصل الاجتماعي، وقلبنا عمر بالمقارنات. شوف هادي فين سافرات، شوف هادي شنو شرات. كنضيعوا السوايع في التبركيك على حياة ناس اخرين ونسينا حياتنا اللي غدا وكدوز. هاد السلبيات، هاد العجز وهاد قلة الثقة في النفس، هادو هما الشياطين اللي خاصك تسلسلي بيديك قبل ما يسالي هاد الشهر. وبغيتك من اليوم تاخدي عهد مع راسك، قولي رمضان 2026 هو لافان ديال النسخة القديمة مني. وأول حاجة هي التخلية قبل التحلية. حيدي عليك أي علاقة سامة كتستنزف طاقتك، اللي ما كيقدركش بلاصتو ماشي في حياتك الجديدة. تاني حاجة القيمة المضافة. قولي لي شنو تعلمتي هاد الشهر؟ واش قريتي كتاب ولا تعلمتي مهارة جديدة؟ واش قربتي من الله بقلبك ماشي غير بجسدك؟ وثالث حاجة الانضباط. ولا قدرتي تصبري على الماء والماكلة 16 ساعة فراك قادرة تصبري على التليفون، وقادرة تفيقي بكري، وقادرة تخدمي على أحلامك. البنت اللي كنهضر معاها دابا راه زوينة وذكية وعندها واحد القوة لداخل دفناتها تحت ما يمكنش ولا فات الحال. ما فاتش الحال، ليلة القدر باقة والفرصة باقة. وبغيتك نهار العيد فاش تشوفي في المراية تشوفي وحدة كتحترم راسها، وحدة كتعرف قيمتها، وواحدة قررات أنها ما تبقاش ضحية للظروف. خرجي من رمضان وانتي فخورة براسك، عهدي نفسك أن هاد الشهر غيكون هو نقطة تحول. وفي الأخير بغيتك تعرفي بلي هاد الهضرة ما قلتهاش لك حيت أنا أحسن منك، بل حيت كنشوف فيك داك الضو اللي طفيتيه بيديك. رمضان غيسالي والناس غترجع لحياتها العادية، ولكن انتي واش غتكوني عادية؟ إلا وصلتك الهضره وقررتي تبداي كتبي لي انا مستعده في التعليقات باش نتشجعوا كاملات، وبارطاجي هذا الفيديو مع صاحبتك الروحيه اللي باغا تشوفيها في احسن نسخه نهار العيد. وتفكري دائما بلي الله كيعطينا رمضان باش نرجعوا لعنده ونرجعوا لنفسنا، وكوني انت التغيير اللي كتمناي. نتلاقاو في الفيديو الجاي. تهلاي في راسك.